شباب مصر الذين قاموا وكسروا حاجز الخوف وقتل من قتل وأصيب من أصيب، لهم منا كل التحية. لكن دكتور ولاء، المفروض أن الدول والتجمعات الإنسانية لها آليات للحكم وتداول السلطة، فلماذا تقوم الثورات عندما تنسد كل هذه المنافذ؟ شوف يا فندم، الثورة المصرية تحديدا القيم فيها أن هناك خصم تعلم من خصم آخر. نعم. وده القيم في هذه التجربة. خصم تعلم من خصم تعلم من خصم في نظام سياسي جديد، في تنشئة نظام سياسي جديد. لدينا حكومة ادعت انها تملك التكنولوجيا وتملك التكنولوجيا المعلوماتية بوصفها الحكومة الالكترونية، وهنا يتعلم خصم وكان الدرس الاول لتكوين وتشكيل رحم الثورة ووجدان الثورة. لدينا حكومة وحزب ما ادعى انه قادر على استقطاب كل الشباب وكل القدرات وكل المقومات، فكان الدرس الاخر للثورة. لدينا حتى في المشهد الاخير عناد ما، عناد رئاسي ما، علم الشارع ايضا العناد وطريقة العناد وكيف يعلو بسقف احلامه. من جماع كل هذه التجارب اكاد اجزم تشكلت الثورة. لدينا حكومة صادرت واعتقدت ان الحكومة الالكترونية هي فقط السوشيال نتوركينج، وبالتالي تناسب تماما، واخد لي انت حضرتك الاي فايلنج، تناسب تماما الاي ليرنينج يعني التعليم الالكتروني، وركزت حضرتك احنا في اقليم الدلتا، يا ريت تقلل حضرتك المصطلحات الانجليزي شويه على اساس بس كل الناس يستفيدوا من كلام حضرتك. يعني انت راجل امريكاني، ايوه، ثقافتك في امريكا او درست في امريكا، ايوه، خليك قريب من اهلك في الدلتا. عناية. فسعادتك الحكومة الالكترونية في حد ذاتها كانت مجرد دعوة. جميل. ده حضرتك بتتكلم على الوسيلة والآلية، انا عايز حضرتك تلقي لي الضوء على الاسباب التي دفعت البطالة والفساد وتفشي الرشوة والمحسوبية وامور كثيرة جدا، وعدم عدالة توزيع الثروة، عدم عدالة توزيع وتكافؤ الفرص. كل هذه الامور انا مع حضرتك ان الآلية والاسباب، والدكتور نظيف رئيس الوزراء السابق او المقال هو اللي وفر هذه الآلية وتم ضربه بها. دي مسألة هو الحزب الوطني ايضا وفر هذه الآلية، انت بقى حضرتك فانه اثار الشباب. حضرتك نقاط واضاءات كده على الاسباب اللي ذكرتها لحضرتك. خلل في النظام القانوني، منظومة قانونية واخد لي انت بقى حضرتك مهترئة تماما، حتى ما يوجد منها واخد لي انت بقى حضرتك هو مفروض فرضا من المجتمع الدولي. أنظمة قانونية كانت مستوردة واخد لي انت بقى حضرتك من لا تتفق وطبيعة الشعب ونسق الشعب المصري. تفشي سياسة السلبية واللامبالاة واخد لي انت بقى حضرتك واللامالية ايضا، كل منا اعتقد ان هو يتعامل في جزيرة معزولة. سقطت هذه المنظومة كلما عندما اعتقد كل منا ان هو يستطيع ان يحل ويقدم الحل الفردي، يقدم الحل الفردي التعليمي، يقدم الحل الفردي الصحي، يقدم الحل الفردي حتى في النقل والمواصلات. عندما سقطت المنظومة العامة اصبحت المنظومة العامة مهترئة، واصبح المناخ مهيئ اساسا لوجود الثورة.